إثارة الشك حول إمامة الإمام الكاظم. أخذوا يثيرون الشكوك حول إمامة الإمام الكاظم، وأظهروا البديل. هشام بن سالم من خلصي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول: عندما استشهد الإمام الصادق عليه السلام ما كنا نعرف من هو الذي يلي أمر الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، لشدة التضييق ولشدة الظروف الحاكمة آنذاك، بحيث الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى 5: أوصى إلى منصور الدوانيقي، وأوصى إلى حاكم المدينة أو والي المدينة، وأوصى إلى أن أوصى إلى الإمام الكاظم عليه السلام. فكان المنصور الدوانيقي قد بعث إلى والي المدينة أنه انظر الإمام الصادق قد أوصى إلى من فاضرب عنقه. إلى هذه الظروف كانت تعيشها الشيعة آنذاك. فلذلك ينبغي علينا في هذا الزمان ونحن على انتماء لمدرسة أهل البيت لا بد أن نراجع ما جرى على شيعة أهل البيت من التضييق ومن الآلام ومن التشريد، حتى نشكر الله ونعرف أنه أين وضعنا أقدامنا وإلى من انتمينا: إلى مدرسة محمد وآل محمد. يقول: شنو سوت السياسة العباسية؟ أظهروا البديل. من هو البديل؟ عبد الله الأفطح. يقول: ذهبنا إليه أنا ومؤمن الطاق، سألناه في مسألة نريد نختبره هل هو الذي يلي الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق. سألناه في مسألة ولم يستطع الجواب. سألناه: كم الزكاة إذا كانت الأموال 500؟ فأجابنا: 1.5 درهم. يقول: سألناه سؤال آخر، قلنا: كم هي الزكاة في 100 درهم؟ يقول: قال 2.5 درهم. يقول: قمنا أنا ومؤمن الطاق وخرجنا من عنده وأدركنا أنه ليس هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. لماذا؟ لأنه بإجماع المسلمين لا تجب الزكاة في أقل من 200 درهم، وهذا الذي أبرزوه بعد الإمام الصادق عليه السلام ليست عنده الكفاءة العلمية الفقهية حتى يأتي ويجلس مكان الإمام الصادق عليه السلام. يقول: أدركنا أنه هذا ليس هو الإمام وسوف يأتينا الإمام. خرجنا من عند عبد الله الأفطح. شوف غربة الشيعة، ونحن الآن في انتمائنا إلى إمام زماننا شنو عندنا من عزة، شنو عندنا من دلال. يقول: خرجنا أنا ومؤمن الطاق، جلسنا في قارعة الطريق نبكي ونحن ظلال. إلى أين نذهب؟ أين مصيرنا بعد الإمام الكاظم عليه السلام؟ هكذا كانت أحوال الشيعة في تلك الأزمنة.